ما هي يا ولاد، لو في ام محترمه بتربي ما كناش شفنا الاشكال اللي يعلم بها ربنا دي. وربنا احنا وصلنا لليفل الوحش في قله الادب، في قله التربيه، في السفاله، في عدم الاحترام، في بعدنا عن الدين، في كل حاجه في الدنيا احنا وصلنا فيها لليفل الوحش. الله اكبر. بقت الامهات يا جماعه مشغوله في ايه دلوقتي؟ حد يديني سبب ان تنشغل عن تربيه نشء جديد هيخرج للمجتمع وهنتبلي بيه؟ حد يديني سبب مقنع. الاب هنقول انه بيشتغل. ليه؟ الرجال قوامون على النساء، دي وظيفتهم الاساسيه بأمر من ربنا سبحانه وتعالى، القوامة بالإنفاق. فلازم يشتغل ويتعب، ويمكن يقضي طول اليوم بره في الشغل عشان يوفر حياة كريمة لزوجته ولأولاده. ده الراجل الأب. طب الأم بقى أنا هاتيلي وظيفة يا ست الكل عندك حتى لو بتشتغل، ولكن انت وظيفتك الأساسية واللي انت اتخلقتي عشانها هي تربية الأطفال اللي هم هيبقوا مسؤولين منك وهتتحاسبي عليهم يوم القيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الجنة تحت أقدام الأمهات. فأنت وظيفتك الأساسية حتى لو أنت بتشتغلي، حتى لو أنت بتعملي إيه في حياتك، وظيفتك الأساسية هي الولاد. سيبك من ترويق البيت والطبيخ والمسح والأكل والكلام ده كله، ولكن اللي مسؤولين في رقبتك واللي هتتسألي عنهم يوم القيامة هم ولادك وتربيتك فيهم. هاتولي كده منطق ان الام تنشغل عن تربية ولادها في اي حاجة بقى في الدنيا. الاول يا ولاد انتوا عاملين ايه الاخبار؟ والله انكم وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت. شفتوني وانا عامله ماتشنج مع كنبه بطوط ما علينا يا ولاد، خلونا في موضوعنا الرئيسي، وموضوع مهم جدا جدا. لان يعني الدنيا قايمه مش قاعده في الفيسبوك على جريمه الطفل اللي عنده 12 سنه يا ولاد. 12 سنه يعني ده طفل انتوا متخيلين؟ يعني اصغر من ابني بسنه ولا حاجه. دي مصيبه، اقسم بالله دي مصيبه. 12 سنه ويعمل اللي عمله ده. ملوش عندنا غير تفسير واحد اللي انا قلته لكم في اول الفيديو وهكمل لكم كلامي. الطفل اللي عنده 12 سنه اللي طالع ترند النهارده معانا والدنيا قايمه مش قاعده عليه، ان الطفل دون عمل جريمه لو راجل في الخمسينات والله ما يفكر التفكير ده ان هو يعملها. مش ممكن تيجي في دماغ حد. ده مش طفل، لا ده احنا اللي طلعنا اطفال اه والله. يعني الجريمه دي اثبتت لي ان احنا اللي طلعنا اطفال. مفيش حاجه اسمها طفل دلوقتي يا جماعه. حذروا وخلي بالكم، بلاش تضغطوا على العيال في المذاكره الله يبارك لكم. انا واحده من الناس بعد ما سمعت الجريمه دي خلاص يعني بقى مازن يعدي من قصادي كده بالفانيلا والشورت وبتاع، يقول لي مش هذاكر، اقول له براحتك يا حبيبي براحتك، بلاش تضغط على نفسك. الضغط النفسي بيولد الانفجار. ببص يا جماعه اشوف كده الطفل ده عمل ايه عشان يطلع ترند كده والناس كلها قايمه والدنيا بتتكلم. وفي ايه يا جماعه؟ ايه اللي حاصل؟ قال لك ان الطفل اللي 12 سنه ده كان عنده صاحبه وزميله في المدرسه، اتخانق معاه. ايا كانت بقى الخناقه عشان خاطر ايه، يعني ممكن تكون خناقه مثلا على ساندويتش، خناقه قال له كلمه ما عجبتوش، مش عارفه ما نزلش معاه البريك يلعب، ممكن اي خناقه من الهطل بتاع الاطفال ده عادي. قاضي العيال اشتكى نفسه اساسا. طيب المفروض في خناقه ما بينك وما بين صاحبك او زعل، روح قول لماما، روح قول لبابا، روح يعني قول للمس بتاعتك، للمشرفه، لاي حد. ده المفروض الطفل العادي السوي. ده بقى لا، ده ما عملش كده. ده دماغه بقول لكم معديه راجل في الخمسينات والله. قال لك لا، انا عبد موته والالماني وهاخد حقي بدراعي. مفيش حاجه اسمها ان انا اروح للكبير اخد اشتكي له وياخد حقي وجو الاطفال ده احنا هنلعب ولا ايه. رايح البيت اتفرج على فيلم اجنبي عن الجريمه، ازاي يقتل حد وازاي يخبي الجريمه بتاعته ويخبي الجثه ويخبي الكلام ده كله. عمل ايه؟ راح لصاحبه ده في البيت
وقال له خلينا نتصالح ونرجع صحاب زي الاول، وتعالى عندي البيت نذاكر مع بعض ونلعب، وخلينا اصحاب، الدنيا مش مستاهله زعل. والله العظيم يعني انا بسمع وبقيت مسبهله كده، ايه يا ولاد في ايه؟ فقال له خلاص ماشي مفيش مشكله. قال له طيب انا هسبقك وانت ابقى حصلني وتعالى ورايا. روح اللي هينفذ الجريمه بقى الولد، روح واستنى صاحبه لغايه ما جاله بعد ساعه تقريبا من مشواره راح له وهو جاله البيت. دخل عنده البيت، قعدوا ان هما عشان يلعبوا على التليفونات والكلام ده، وجه من وراه راح نازل على دماغه بخشبه كسر له نافوخه. انتوا متخيلين العنف اللي عند الطفل عامل ازاي؟ انتوا متخيلين ان الطفل محضر لجريمه، ويعني اداه الجريمه هو محضرها وكل حاجه ومظبط اموره وعارف هيعمل ايه ومش هيعمل ايه؟ متخيلين الغدر، يعني الغل والغدر وصل لغايه فين؟ يعني ده صاحبك وضحك معاك وهزر معاك وجه يلعب معاك، والطفل زي طفل سوي عادي ما بيحملش حقد ولا ضغينه ولا غل من حد، لكن الغل اللي في الولد ده انا ما شفتوش في كبار. ان تحط طفل تاني في دماغك بالمنظر ده وانك مصمم ان انت تقضي عليه كده، يعني ده قمه الغل. ولو حتى هو عمل لك ايه، فمجرد انه ضحك معاك وهزر معاك وجالك البيت عشان يلعب، المفروض ان انت تنسى اساسا انت كنت زعلان منه ليه. يعني ده الطفل الطبيعي اللي هو نفسيته طبيعيه، لكن الولد ده واضح ان نفسيته فيها حاجه مش مظبوطه ومحتاج اكيد علاج نفسي. مسك الولد من وراه ونزل عليه بالخشبه كسر له نافوخه، وبعد كده ما اكتفاش، راح رايح جايب منشار كهربائي بيشتغل بالكهرباء، حط الفيشه ونزل تقطيع في الولد بالمنشار. متخيلين؟ فصل الايدين وفصل الرجلين وفصل الراس والجسم، قطع. وكان محضر كمان اكياس سودا يحط فيها حاجات صاحبه. انتوا متخيلين؟ دي مش دماغ طفل، ده لا يمكن. ده انت لو حتى حد كبير وشفت منظر الدم وشفت المنظر ده لا يمكن تتحمل. ازاي طفل وقدر يتحمل منظر البشاعة دي؟ ازاي قدر يعمل الكلام ده؟ ازاي؟ الموضوع حتى غير واقعي، ما يدخلش العقل. بعد كده بعد ما قطعوا وحطوا في اكياس، راح لكارفور. الحادثة دي في اسماعيلية يا جماعة. راح لكارفور بتاع اسماعيلية واخد الاكياس، ما خدهاش كلها طبعا، اخد كيسين 3 ورماهم، يقعد 2-3 يروح ويرجع تاني عند كارفور ياخد الاكياس ويرميها. قعد على الموضوع ده كذا يوم لغاية ما تخلص من الاكياس كلها ورماها حوالين كارفور. وطبعا هناك في كلاب الشوارع والكلام ده عشان ياكلوا الجثة والكلام ده وما يبقاش ليها اثر. متخيلين عايز يخفي جريمته لدرجة ايه؟ يعني عشان كده بقول لكم ده مش دماغ طفل، لا يمكن. طبعا هو كان متخيل الموضوع هيعدي على كده وخلاص محدش هيعرف حاجة. واهل الطفل اللي هو اختفى ده بلغوا الشرطة وعملوا محضر بالاختفاء، وراحوا سألوا صاحبه لان هو كان عنده في البيت وقال له تعالى نلعب مع بعض ومش عارف ايه. فاهل الولد بيسألوه قال لهم لا ما جاليش، انا قلت له تعالى وتصالحنا وكل حاجة بس هو ما جاليش. والغريب انه كان بيدور معاهم ويشوف هو راح فين ولا عمل ايه، واكنه ما عملش حاجة خالص. طبعا كارفور في الشوارع فيها كاميرات جابت وش الطفل ان هو بيمشي ويرمي الاكياس دي في الشارع، والكلاب بتاعت الشوارع كانت ماسكه حاجات الجثه يعني وماشيين بيها في الشارع وكده. وبالتعرف على الجثه طبعا جابوا اهل الولد وابوه اتعرف عليه طبعا من الوش، يعني لقوا الراس لان كل حاجه كانت في كيس، الراس في كيس، الايدين في كيس، الرجلين في كيس، الكلام ده. تعرف طبعا على ابنه، يعني لحظه صعبه جدا ويا رب ما يوريها لحد، يا رب ما يوريها لحد. شاف طبعا الراس، عرف ان ده وش ابنه وقال لهم ايوه ده ابني. الكاميرات جابت وش الطفل التاني اللي هو 12 سنه اللي هو قام بالجريمه، وجابوه وقالوا له الكاميرات اهي وانت بترمي الاكياس، ايه اللي حصل؟ حكى لهم تفاصيل الجريمه بالكامل،
سألوه أهلك كانوا مشتركين معاك في الجريمة دي؟ مثل الجريمة لوحده وقال لأ، أنا محدش اشترك معايا في حاجة، أنا اللي عملت كل حاجة بنفسي ولوحدي. طب أنت آثار الدم والحاجات دي اتخلصت منها إزاي؟ قال لهم مسحت عادي بالشرشوبة وغسلت الشرشوبة وما كانش فيه حاجة خالص في الأرض، والدنيا كانت فل وتمام ما فيهاش حاجة وما فيش حد أخد باله من حاجة. هنا بقى الكلام لا يعقل. الكلام لا يعقل. أولا في كلام متداول كتير جدا عن إن أبو وأم الولد ده منفصلين وهو عايش مع أبوه، ما هواش عايش مع أمه. طب جاب أداة الجريمة دي منين؟ اللي هو المنشار الكهربائي. قالوا لك أبوه أساسا نجار، فالمنشار كده كده موجود في البيت عادي، فهو استخدم المنشار بتاع أبوه ونفذ بها الجريمة. بس هنا نسأل كام سؤال برضو. إزاي أبوه يعني مهما مسحنا ريحة الدم، وده طفل طبعا مش هيقدر ان هو يخفي كل حاجة بشكل كامل، ريحة الدم لازم هتكون موجودة في البيت. الاكياس، ما هو ما رماش الاكياس كلها مرة واحدة، لا ده رمى كيسين 3 ويقعد يومين 3 ويرجع تاني يرمي بقية الاكياس، وهكذا لمدة كام يوم. يعني المفروض ان الريحة بتاعت الاكياس دي، طبعا الجثة لما بتعفن في ريحة، ازاي ابوه ما شمش الريحة دي؟ ازاي ما شافش الاكياس دي في البيت؟ ازاي طفل 12 سنة جسمانه بنيان جسمانه ضعيف يشيل منشار كهربائي؟ ده مش حاجة خفيفة يا جماعة، ده حاجة تقيلة ولازم تتثبت على قاعدة، وإلا ممكن تفلت وتعوره يعني، وتفرمه كمان مش تعوره بس. فإزاي هو قدر يشيل المنشار ده، وإزاي قدر يستخدمه بالحرفنة والبراعة دي في التقطيع، وإنه يعمل الكلام ده كله، وإنه يروح لغاية كارفور ويروح يرمي ويرجع ويعمل، وكل ده أبوه ما يعرفش عنه حاجة، ولا شاف حاجة، ولا سمع حاجة، ولا شم حاجة، ولا شك في أي حاجة. حتى لما أهل الولد التانيين جم يسألوا الكلام ده، إزاي ما شكش في حاجة؟ يعني كان نايم على ودانه 24 ساعة؟ مش ممكن. عشان كده بقول لكم إن 99.9 إن أبو الولد ده مشترك معاه في الجريمة. لا يمكن طفل مهما وصل بيه درجة الحقد والغل ويعني نفسيته متدمرة ومحتاج علاج نفسي وكل حاجة، ما يقدرش ينفذ كل الخطوات دي لوحده. مش ممكن. يستدرك الطفل، شوفوا الدماغ، يستدرك الطفل، يحضر الخشبة يكسر بها نافوخه، يحضر المنشار يشيل المنشار التقيل ويقطع بالبراعة دي، ويجيله دماغ انه يحط كل حاجة في كيس، وبعدين يروح يرمي عند كارفور عشان هناك في منطقة كلاب ضالة ممكن تاكل الجثة وما يبقاش فيه لها أثر، ويروح يرمي ويرجع ويمارس حياته بشكل طبيعي. مش ممكن يكون طفل شاف منظر الدم وشاف المنظر ده وما اتفزعش. مش ممكن. حتى لو طفل يعني مجرم بالفطرة مش ممكن تحصل. عشان كده بقول لكم ان ابو الولد ده اكاد اجزم ان هو مشترك معاه في الجريمة. مش ممكن يكون هو شاف فيلم اجنبي وبينفذه. مش معقولة طفل دماغه توصل للكلام ده يا جماعة. مش منطقي. الحكاية كلها على بعضها مش منطقية. عشان كده بقول لكم ان ابو الولد ده لازم يتحاسب، مش بس الطفل. هو الطفل طبعا اكيد يعني هيدخل الاحداث، ولكن الاب ما ينفعش ان هو يتساب من غير عقاب، لا يمكن. والام اللي اهملت في تربية ابنها وسابته ورمته وما تعرفش عنه حاجة، دي بقى حسابها عند ربنا سبحانه وتعالى. لو هي اتطلقت من والده وما سألتش في اللي خلفته في الدنيا ده ورمته كده، يعني يمشي في الارض فساد، دي برضو حسابها عند ربنا. لكن احنا بنتكلم على حساب الدنيا. الاب ده لازم يتحاسب، لان ما اعتقدش ان هو ما اشتركش في الجريمة دي. مش ممكن. يعني تفاصيل وتخطيط الجريمة وتنفيذها بالبراعة دي، ده دماغ حد كبير. مش ممكن ان طفل يكون قام بيها لوحده. ولو قام بيها لوحده الاب كان فين؟ ده جريمة اخدت ايام. ما شمتش ريحة الدم، ما شفتش الاكياس، ما شمتش ريحتها،
ما شكتش ان ابنك في حاجة مش مظبوطة رايح جاي كده وانت سايبه يمشي ويروح ويجي ويعمل اللي هو عايزه؟ يعني بأنهي منطق؟ وبعدين هو الأب كان فين ساعة تنفيذ الجريمة؟ ازاي البيت كان فاضي؟ طفل 12 سنة هيقعد في البيت لوحده هينفذ الجريمة دي؟ طبعا الجريمة دي ما خدتش دقايق، ده ممكن تكون اخدت يوم كامل، ده لو طفل لوحده يعني، عقبال ما ضربه وعقبال ما قطع وعقبال ما شفى وعقبال ما حط في الاكياس وعقبال ما مسح وعقبال مش عارفه ايه. مش ممكن يكون اليوم كله الاب ما رجعش البيت. ازاي يعني؟ بأنهي منطق يا جماعه الكلام ده؟ فده تحليلي انا الشخصي للموضوع. وطبعا ربنا يعافينا من الامهات والابهات اللي بيفكروا ان الخلفه كده زي الحيوانات، نخلف ونرمي، يعني ملناش دعوه. يعني يتربى مع نفسه، يتربى بقى عن طريق الموبايل، يتربى عن طريق اصحابه، يتربى عن طريق مش عارف ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. اولادكم امانه في رقبتكم، ان ما كانتش عينيكم هتبقى في وسط راسكم لاولادكم وتشوفوا هما بيتفرجوا على ايه وبيشوفوا ايه ومين صحابهم وبيعملوا ايه ورايحين فين وجايين منين، يبقى ما تخلفوش. ما تخلفوش وتبلونا احنا بيهم. ولادنا احنا ملهمش ذنب. انا بتكلم بالحرقه دي ليه؟ لان انا ممكن اكون مكان الام لا قدر الله بعد الشر اللي فقدت ابنها دي. ابني طفل طبيعي سوي، راح المدرسه اتخانق مع صاحبه عادي زي بقيه الاطفال، بتحصل كل يوم، مش كل كام يوم، كل يوم. القاضي العيال اشتكى نفسه، الاطفال مخهم صغير. فالطفل عادي رايح مدرسته اتخانق، قال كلمه، صاحبه قال له كلمه مش عارف ايه. احنا كأمهات المفروض نحل، المدرسه تحل، الدنيا تحل كده. لكن لما ابني يكون طفل عادي وراح مدرسته واتخانق وبعدين صاحبه جه صالحه وهو امن لصاحبه وراح يلعب معاه، وانا عارفه الولد ده وعارفه اهله وسمحت لابني انه يروح يلعب معاه والكلام ده، ما يرجعش. ايه ده؟ ايه اللي احنا بقينا فيه ده يا جماعه؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ العنف ده وصلنا له ليه؟ يعني لو طفل هو اللي خطط التخطيط ده، او حتى اهله اللي قالوا له روح اعمل كذا وكذا وكذا ونفذ، الولد نفذ. الولد ده ضحيه الاهل اولا، وضحيه الحاجات اللي بيتفرج عليها. احنا بقينا يا جماعه بنسيب ولادنا يتفرجوا على اللي هم عايزينه، يعملوا اللي هم عايزينه. للاسف حتى لو يعني مانعين عنهم النت وواخدين منهم الموبايلات وشايفين هم بيعملوا ايه، للاسف التلفزيون نفسه بقى بيصدر الكلام ده. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الفيديوهات اللي فاتت، بنقول حرام عليكم ولادنا. لما تطلع لنا واحده زي منى هلا وايناس الدغيتي ويكلموا عن المساكنه، لما يطلع لنا واحد زي محمد رمضان ابنه ضرب زميله ومش عارفه ايه وهو طالع لنا بعبده موته والالماني والسنج والقرف اللي هو طالع بيه في التلفزيون وبيبقى قدوه لشبابنا، بنقول حرام عليكم ارحموا شبابنا، كفايه كده. لما يطلع لنا واحد زي مطرب المهرجانات عصام صاصا وغيره 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 من التلوث البصري والسمعي اللي احنا سامعينه، ويبقى اغانيهم كلها بتاعت المهرجانات بتتكلم عن الاخصام وعن المساجين وعن الضرب وعن العنف وعن الاسلحه وعن ان احنا لازم نقطع اللي قصادنا، والطفل ياخد ده مثال يحتذى بيه، ان حقي اخده بدراعي اقطع اللي قصادي. مفيش حاجه اسمها دين، مفيش حاجه اسمها قيم، مفيش حاجه اسمها مبادئ، مفيش حاجه اسمها كبير نرجع له ياخد حقي. مفيش الكلام ده، ما بقاش في طفل بقى دلوقتي. يعني انا افتكر من كام سنه حادثه اللي هو راجح ده كانت قلبة الدنيا. دلوقتي احنا بقينا نسمع كل ثانيه عن راجح جديد. عادي بقى الطفل يرتكب جريمه عادي جدا وكأنه ما عملش حاجه، بقينا نسمعها كل يوم. اطفال يا ريتهم كبار، لا ده احنا وصلنا لمرحله غل وحقد رهيبه. ده ناتج عن بعدنا عن تربيه ولادنا. بقى اكل العيش او لقمه العيش هي المهمه. الاب بقى عامل زي الطور في ساقيه، طول اليوم بيلف حوالين نفسه عشان لقمه العيش.
الام الله اعلم بقى هتبقى مشغوله بايه، بس هي مهما انشغلت ملهاش مبرر. حتى لو بتشتغل بره فلازم ده الشغل الاساسي بتاعها. يعني ربنا يكون في عون كل واحد، بس الشغل الاساسي بتاعها هو اولادها، ملهاش مبرر عندي انا عن نفسي بقول كده. فما اعرفش انتوا هتقولوا لي رايكم ايه في اللي حصل ده، وهل طفل يقدر ينفذ الكلام ده لوحده ولا لا، والكلام ده ناتج فعلا عن قلة التربية وعن ان مفيش ام محترمة عرفت تربي ولا اب محترم عرف يربي، ولا انا مقفورة؟ هستنى رأيكم يا جماعة في التعليقات، وما تنسوش لايكات لأرمط، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.